يا مرحب بيكم يا 300 ألف أهلا وسهلا. Rule number 11. You should know someone through all the seasons before you make any major decision. خليني قبل ما دردش معاكم في الرول دي، خليني اقول لكم ايه الكوت اللي الكاتب حاطه كده بروزه. بيقول لك if this is really the right person to be with you او to be with, waiting 12 months will be well worth. ما تتسرعش. ابو شيماء اتطور ليه؟ يعني ليه نمشي بقاعده ابو شيماء اتطور في علاقاتنا؟ هو يقصد ايه هنا؟ يقصد اللي انت ما تتسرعش في الحكم على حد واللي انت تقول ده مناسب الا بعد فتره. يعني في مثل كده شعبي عندنا في مصر يقول لك لا تذم ولا تشكر قبل سنه و6 اشهر. يقصد ايه بسنه و6 اشهر؟ طبعا هنا الكاتب يقول لك لا كفايه سنه مش لازم 6 اشهر. احنا كمصريين لا جدعانه مننا زودنا لك 6 اشهر. برضو الهدف ايه من المده دي؟ الهدف انك هو بيعتبر ان البني ادم عامل زي الجو، ليه مواسم مختلفه، ليه ربيعه وليه خريفه. كل واحد فينا ليه ربيعه وليه خريفه وليه صيفه وليه شتوه، الشتاء بتاعه وليه زعابيبه وليه هدوءه وليه كل حاجه. فانت علشان تحكم ان الشخص ده مناسب ولا لا لازم تمر بكل السيزونز دي وتمر بكل الاجواء بتاعته وتقدر تحدد انت هتقدر تتعايش مع الشتاء بتاعه والصيف بتاعه والخريف بتاعه والربيع بتاعه، ولا انت عاوزه بس في الصيف ومش عاوزه في الشتاء، ولا عايزه في الشتاء والصيف بس مش عايزه بقى في الخريف والزعابيب. لازم تمر بالمراحل كلها وبناء عليه تحدد الشخص ده مناسب ولا لا. ف بلاش ابو شيماء يتهور بس. السلام عليكم.